ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض الغريبه. احط كوبايه الا ربع سمنه، وهفضل اضربها بالمضرب لغايه ما تبقى بدرجه حراره الغرفه. وما تنسوناش بقى باللايك والشير مع بعض كده، اعملوا لنا لايك وشير. وهنزل بمعلقتين لبن بودر ونص معلقه فانيليا وكوبايه الا ربع سكر بودره، وهرجع تاني اضربهم بالمضرب برضو لغايه ما يبقوا كريمه. هفضل اضرب شويه كده لغايه ما يبقوا كريمه خالص منخفضه كده تبقى طريه. طبعا هنزل بقى بعد ما اخلص ان انا اضربها تبقى ناعمه كده تحت ايدي وتبقى عامله زي الكريمه. هنزل بكوبايه ونص من الدقيق وهبتدي اقلبها. هي هتبقى معاكم عامله زي الحبيبات الرمليه كده، مفروله زي ما انتم شايفينها في الطبق كده، مش ماسكه نفسها. افضلوا ادعكوا فيها، ادعكوها بايديكوا او حطوها على الرخامه كده وادعكوها. هتبصوا تلاقوا العجينه لوحدها بقت طريه قوي وبقت كريمه كده. ابتدوا بقى انكم تقطعوها بقى قطع ايه، صغيره كده، تبرموها على ايديكم، ما تفردوهاش هي. والافضل زي ما انا بقطعها كده ان احنا نقطعها تتاخد على بق واحد صغنونه كده تبقى حلوه. لما اخلص الكميه كلها ده احط عليها بقى ايه، لا اما احط عليها سوداني، لا اما احط عليها فستق، الحاجه اللي انتوا عايزين تحطوها عليها مفيش اي مشكله خالص تحطوها. هبتدي ان ادخلها الفرن، هتاخد من 10 دقايق لربع ساعه كده. هطلعها مع كوبايتين شاي الصبح بالليل مع كوبايتين عصير. فرحنا الولاد وعملنا لهم حاجه جميله وفي البيت وامكانيات بسيطه، يعني حاجه